اللي تحدث على الترجي الرياضي التونسي في الندوة الصحفية اللي أعلن فيها على قائمة اللاعبين المشاركين بالطبيعة في كأس الأمم الإفريقية. وليد الركراكي رابع مدرب بالطبيعة اللي يدرب في المنتخب المغربي، رابع على العالم. سألوه على ملاعبية من الجيش الملكي المغربي وليش مش موجودين في قائمة المنتخب المغربي، والإجابة متاعه كان اللي هو تطرق وذكر اسم فريق تونسي. ايش قال وليد الركراكي؟ قال كي تلعب تشامبيونز ليج، يحكي هنا على ملاعبية الجيش الملكي، وقت تشارك في تشامبيونز ليج وقت تشارك في دوري الأبطال وتربح الترجي، وقتها النجم نعيط لك للمنتخب. تصريح هذا لقى استحسان عند برشا جماهير من الترجي وجماهير أخرى لفرق أخرى بعد عن التعصب، ولكن مع كرة القدم التونسية. اليوم مدرب المنتخب المغربي في ندوة صحفية منقولة عبر معظم قنوات العالم يحكي على الترجي التونسي، يقول ما عيطش اللاعبين من الجيش الملكي، وعلاش يا اخو ما لعبوا دوري ابطال ولا ربحوا الترجي باش نعيط لهم، وكانه معناها هنا يستشهد بالترجي كريفيرونس من الفرق الكبيره اللي كي تنتصر عليها وتقدم مستوى كبير قدامها ينجم يكون عندك بلاصه في المنتخب المغربي. تصريح وليد الركراكي وهبي هويسه اوف سايد ولا اون سايد مع ذكر السبب؟ اون سايد. اون سايد. بالنسبه للتصريح وليد الركراكي باش ناخذه من كوتي اون سايد كما كنت تحكي انت انه ذكر اسم الترجي الرياضي، يعني باش نعرفوا قيمه الفريق افريقيا، ونعرفوا انه وليد الركراكي كان يدرب الوداد سابقا، ونعرفوا انه الوداد عدى سنين كبيره انه ما ينتصرش على الترجي، يعني مواجهات تاريخيه، فوارق كبيره ما بين الترجي والوداد البيضاوي. هنا باش تعرف القيمه نتاع فريق الترجي في المنافسات الافريقيه كيف لانه صارت ضجه كبيره كما ما صارت ضجه لهناك، كذلك صارت ضجه في المغرب. وبعد الكلام نتاعو يعني كيفاش يقول هكا انك انت ما تربحش الترجي، لكن نعرفوها في السنين الاخرى الترجي الرياضي يعني متفوق على الانديه المغربيه عموما، يعني كما الوداد كما الرجاء كما غيرهم من الانديه يمشي يلعب في أمريكا ويتفوق. ونعرفوا خاصة النهائي في 2019 نهائي في 2018 عفوا اللي تلعب ما بين الترجي الرياضي وفريق الوداد البيضاوي والضجة الكبيرة على ذاك. بالنسبة لنا تصريح اونسايد لأنه شرفني أنه مدرب المنتخب الرابع عالميا مدرب المنتخب المغربي يقول أنه وقت اللي تفوز على الترجي وتلعب في مستوى هذاك وقتها نجم نعيط لك للمنتخب المغربي. هنا كيف ناخذ نقطة نربط بها أنه للأسف اليوم المستوى نوعا ما تراجع في عند أنديتنا، ولا رانا في نفس النيفو، لأن نعرفوا الترجي والأندية التونسية عموما كانوا ديما هما الممول الأول للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. مهدي بن سليمان تصريح على مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي اللي سألوه على بعض الأسامي في البطولة الوطنية وأعطاه مثال على بعض اللاعبين من فريق الجيش الملكي المغربي. كانت إجابته قال لهم علاش يا أخي هما لعبوا في دوري الأبطال وربحوا الترجي وأنا ما عيطلهمش؟ نفس السؤال سألته له بهويسة موجه لك أنت، أوف سايد ولا أون سايد مع ذكر السبب؟ اوف سايد. اوف سايد. مهدي بن سليمان شوف من كثر الصدمة حتى معز خياطي كان محضر الأون سايد المخرج كان محضر أون سايد. علاش مهدي اوف سايد؟ نفسر لك امير، انا نقول اوف سايد على طريقه فهم يعني الكونفيرونس اللي قالها المدرب الركراكي، تصريحه في الكونفيرونس، تصريحه اللي معناتها اشاد للترجي الرياضي التونسي وكذا في الكونفيرونس. مش قلت اوف سايد على طريقه الفهم على خاطر اللي هو حكى على اون سيتياسيون دوني، حكى على وضعيه معينه اللي هي فريق الفار كان انتصر على النجم الرياضي الساحلي باش يكون متواجد في المجموعه هذيك نتاع الترجي، وشكونوا اكبر فريق في المجموعه هذيك هو الترجي الرياضي التونسي. يعني هذاك شنو يقصد هو؟ يعني كان نتصور ان المجموعه كان جا فيها الاهلي المصري كان مش يقول كان ينتصر على الاهلي المصري. يعني هذا الفهمي انا معناتها تحليلي وفهمي للكلام اللي قاله وليد الركراكي. خلينا نقولوا الترجي الرياضي التونسي غول افريقيا ما يستحقش، يعني صحيح مدرب وليد الركراكي مدرب من خيره المدربين العرب خلينا نقولوا، ولا فارقه زاد ولا فارقه، مش معناه باش يستحق اشاده من المدرب هذا باش يعرف حجمه. الترجي يعرف الكاليبر نتاعو يعرف حجمه في افريقيا، وانا كما قلت لك فو با ترو سون فلامي. مدرب وليد الركراكي عطى ليكزومبل هذاك على خاطر لي فريق الفار كان باش يمثل المغرب في عوض النجم الرياضي الساحلي لو انتصر في المباراة التأهيلية الأخيرة على النجم الرياضي الساحلي. دونك قلت اوف سايد على طريقة الفهم الديسكور هذا اللي قالوا وليد الركراكي في الكونفيرونس دو بريس. أبدع مهدي بن سليمان، معناها ضيعنا. هو اختار الاوف سايد، اما من الداخل اختار اون سايد. معناها هو اوف سايد على كيفاش فهمت الموضوع، كيفاش تفهمت المعلومة، ولكن اون سايد على انه شكل الترجي ولا خلينا نقول تصويرة الترجي في عيون مدربين
بقيمه أكيد. وليد أكيد. الركراكي. عجبتني جنكيلا منك مهدي بن سليمان، ذكيه برشا فيها هوكا، خالف وهبي هويسه واعطانا اوف سايد ودخل معز خياطي بعضه غادي وقعدنا كي معز يفركس على اوف سايد ومن بعد تعديت الاوف سايد، ولكن المحتوى اون سايد. بين نمشيو للموقف الثاني، نبدا معك انت مهدي بن سليمان، من بعد نجيك وهبي هويسه. القطيعه بالتراضي بين سعيد السايبي والنادي الافريقي. مهدي بن سليمان، برشا يقولوا سعيد السايبي يتحمل المسؤوليه ويتحمل الاخطاء، وبرشا يقولوا سعيد السايبي ما يتحملش اللي صار في النادي الافريقي. في النهايه القطيعه صارت بين النادي الافريقي وسعيد السايبي. اوف سايد ولا اون سايد مع ذكر الاسباب؟ اون سايد. اون سايد. خلينا نقولوا اون سايد امير، خاطر لي سي مال بوغ ان بيان. خلينا نقولوا النادي الافريقي وصل للوضعيه الحقيقه يستاهل فيها التغيير ويستحق التغيير. جا الكيمول نتاع النتائج السلبيه، خلينا نقولوا وقت اللي يبدا ان جرون تيست النادي الافريقي ما يلبيش طلبات جمهوره وما يكونش في المستوى المامول ويخسر يعني لقاءاته المصيريه والمهمه، خلينا نقولوا ضد النجم الرياضي الساحلي بار اكزومبل، وزيد القدره اللي افاضت الكاس خسارته ضد في الديربي ضد الملعب التونسي. عجلت برحيل المدرب، الحقيقه انا اشوفها اون ديسيزيون لوجيك على الاخر. المدرب سعيد السايبي اخذ فرصته يعني خلينا نقولوا في النادي الافريقي. صحيح معناتها فما سلسله نتاع انتصارات في اول الموسم وبوادر جيده في الفريق، لكن ما صار حتى ان جرون تيست ربحوا المدرب هذا. الحقيقه مش يشكوا فيه يعني، هو كمدرب يقعد مدرب قدير، لكن النادي الافريقي بالافكتيف اللي عنده يطمح باش يحقق نتائج ما خير نتصور انا في المنعرج المصيري في البطوله هذه. دونك اون سايد القطيعه بالتراضي وبالطريقه هذه. وزيد خلينا نقولوا امير ممكن لي ديكلاراسيون مال بلاسي لسعيد السايبي بعد كل لقاء خلى الامور يعني تزيد تصعب عليه وخلاه في موقف لا يحسد عليه. خلينا نقولوا تويكا نستناو شكون المدرب الجديد للنادي الافريقي، فما كاستينغ كبير وشانتي باش يتحل في اداره النادي. وزيد انا تويكا نرى التايمينغ نتاع اقاله المدرب في الوقت هذا بالذات، هو استقاله قطيعه بالتراضي، خلينا نقولوا قطيعه في الوقت هذا احسن وقت ممكن، على خاطر باش تجي تريف انترناسيونال هذيك هي باش يحضر فيها الفريق كما ينبغي. نربط مع كلام مهدي ونجيك انت وهبي هويسه، تختاروا اوف سايد ولا اون سايد، مع العلم ان النادي الافريقي يمر بمشاكل ماديه صعيبه ومعقده للغايه. دونك اليوم صعيب برشا النادي الافريقي نجم يجيب مدرب اجنبي بقيمته، على خاطر مش المهم انك تجيب مدرب اجنبي كما صار في وقت من الاوقات انت جايب لاعبين بطريقه عشوائيه من النادي الافريقي. فما حتى ملاعبيه ما لعبوش كره جمله وقيناهم مسجلين في الجامعه التونسيه لكره القدم، وبرشا مواقف صاروا كيف هكا. الفائده اليوم مش انك تجيب مدرب فقط. احب النادي الافريقي اليوم وقت اللي كانت غاضبه على سعيد السايبي، راهو سعيد السايبي حقق نتائج ايجابيه صحيح، ولكن كل المقابلات الكبرى فشل فيها سعيد السايبي في الاختبار اللي فيه. القطيعه بالتراضي بين السايبي والنادي الافريقي، اوف سايد ولا اون سايد؟ وهبي مع ذكر الاسباب. اون سايد. اون سايد. نبدا اول حاجه، الناس اللي مغرومين باستاد ميدو يسمعونا ديما يعرفوا لي انا شخصيا كنت ديما ضد خروج المدرب سعيد السايبي، لكن انت كنت مع خروج سعيد السايبي؟ لا كنت ضد. انا كنت معاه، مهدي كان معاه وانا كنت ضد ديما الموقف. لكن علاش كنت ديما ضد؟ لانه ديما نمن انه مدرب ياخذ الفرصه نتاعو ويكمل الموسم، بعد نجم نحاسب المدرب. لكن في بعض الاحيان كي يتكرر الخطا ولا يتكرر السقوط بنفس الطريقه تقريبا، وقتها نجموا نطرحوا وقتها نقاط استفهام ونقولوا شنو السبب. في الفتره الاخيره النادي الافريقي يجي مباريات يقدم مستوى كبير، ثم يجي في مباريات اخرى يتراجع ونتفاجئوا، رغم انه مباراه مثلا الملعب التونسي فما شكون حتى من اداره النادي الافريقي سمعنا التصريحات بعد المباراه يعني تشكاوا من الحكم، وقالوا حتى في مباريات اخرى خاصه اي استنونا بعد قليل، بعد اقل من 5 دقائق باش نوريكم بالفيديو على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك راديو ميد تونيزي والاسبور براديو ميد. خبير التحكيم لاستاد ميد الحكم السابق ماهر الحرابي اختار 3 فيديوهات، على ما يبدو فما قرارات وفما اخطاء تحكيميه اخرى من وجهه نظر ماهر الحرابي. دونك بعد قليل باش نعدي لكم بعض اللقطات اللي لربما خبير التحكيم لاستاد ميد يشوف اللي كان فيهم راي اخر وكانوا ينجموا يبدلوا نتيجه مقابله الدربي. ولكن هنا خلينا نوجه لك سؤال سريع وهبي هويس، انت اخترت اون سايد، وعلاش ديما المدرب في تونس هو اللي يخلص كاش، اللي يخلص فاتوره الاخفاق؟ وعلاش وقت الملاعبيه يضيعوا كل راس خاطر تحب ولا تكره اليوم النادي الافريقي وبعض اللاعبين في النادي الافريقي خاصه المهاجمين ضيعوا كر ما يضيعوش؟ وعلاش ديما يتحمل مسؤوليه سعيد السايبي او اي مدرب اخر، نحكي اي فريق تونسي اخر؟ صحيح امير، ولكن ديما كي يكون مدرب في بعض الاحيان يعني اسمك النادي الافريقي، يعني كي تجي تشوف فرق لعبت امام النادي الافريقي وجات فرضت اسلوب لعبه على النادي الافريقي في ملعب رادس، لهنا نطرحوا برشا نقاط استفهام. مباراه ريفيرز النادي الافريقي انتصر 3-0، ولكن تفكروا الطريقه اللي انتصر بها النادي الافريقي فيها برشا ثقه وبتاع انه فريق راكز وحاضر، ولكن في نفس الوقت الفريق يعني ضيع برشا يعني
في المباراة هذيك تقريبا شوط الاولاني سجل هدف ثم تراجع للخلف، ما قدمش الاداء اللي سنة فيه الجمهور، ورينا حتى صفيرات استهجان في مباراة ريفر. صحيح كما قلت الشوط الاول انتهى حتى 2-0، لكن الفريق الحقيقة وقتها ما قدمش اداء كبير. كيف بعض الاخطاء اللي تتكرر في برشا مباريات الفريق في المباريات الكبيرة، وقت يتحط عليه الضغط تقريبا الفريق ما يكونش حاضر بالرغم انه مباريات كنت تلعب حتى في ملعب رادس، يعني مباراة الملعب التونسي في الذهاب تلعبت في رادس بشق الانفس عدى للنتيجة. كيف مباراة نجم الساحلي بالرغم من النادي الافريقي حاضر اكثر من نجم الساحلي في الفترة الاخرى، الا انه نجم الساحلي جاء وتفوق على النادي الافريقي في ملعب رادس تكتيكيا وفنيا وفي النتيجة، يعني في كل النقاط لهنا تقريبا وفي احسن وقت. كنت قلتها في حصص فارطة انه اذا كان فما امكانيه نتاع مغادره سعيد السايبي يمكن يكون تو احسن وقت، لانه وهبي هل اقاله السايبي ولا استقاله السايبي ولا الاتفاق بالتراضي مع السايبي سميه ولا تحب، رغم اني انا نشوف فيها من وجهه نظري خاصه مع كل احترامي الهيئه المدير النادي الافريقي هي اقاله، واقاله حاضره عندها برشا، ولكن على ما يبدو الاداره كانت تستنى في نهايه مرحله الذهاب باش تقيل او تخلي السايبي يقدم استقالته ولا القطيعه بالتراضي، على خاطر غضب كبير كان من بعض حب النادي الافريقي والاداره زاد مش راضيه على اداء المدرب. دونك الوقت الوحيد اللي ينجم النادي الافريقي يبدل فيها مدرب هو الوقت الحالي، معنى مهما كانت النتيجه اعتقد مهما كانت نتيجه الدربي كان باش يخرج سعيد السايبي. اذا كان حاجه اخرى، اذا كان الامر هذا يعني يكون هكا ويكون صحيح بالطبيعه باش نطرحوا برشا نقاط استفهام. هل اني اداره النادي الافريقي عندها ثقه في المدرب منذ اول الموسم او لا؟ لانه بعد مباراه باهير دار برشا كلام انه فما امكانيه باش يخرج، ثم الانتصار غير كل شيء وترشح النادي الافريقي لكاس الكاف. اليوم سعيد السايبي خرج من النادي الافريقي، النادي الافريقي مطالب باش يحضر لمرحله جديده. احسن حل في الوقت الحالي هو خروج المدرب سعيد السايبي من النادي الافريقي. ممكن نقول المدرب هو اللي كلا كل شيء وكلا كميه الضغط وحتى الانتقادات كانت اكبر للمدرب، بحكم انه في مباراه الملعب التونسي النادي الافريقي كان تقريبا غايب في المباراه ما عدا تسجيل هدف، ما قدمش الاداء اللي سنه فيه جمهوره بالرغم ديما نقولوا الملاعبيه والكاليتي نتاع الملاعبيه نتاع النادي الافريقي. في الوقت الحالي انت يا امير حكيت على نقطه مهمه برشا، انه النادي الافريقي ما ينجمش يجيب مدرب اجنبي. حتى الاسماء اللي قاعده تدور حاليا واللي قاعده تجينا من كواليس النادي الافريقي تقريبا المدرب باش يكون بنسبه كبيره تونسي. واضح. دونك كانت هذه فقره الاوفسايد والاونسايد، باش نمشيو توا